السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كلنا شفنا بلال عطية وحمزة عبد الكريم مع منتخب الناشئين 17 سنة. النهارده بلال كان نجم المباراة، والواد حمزة مهاجم هجام. بالتوفيق لمنتخب مصر تحت 17 سنة والأحمد الكاس. بس أحمد الكاس ما تلبسهمش أبيض، طول عمر منتخب مصر بيلبس أحمر. دي حاجة بس كده على جنب عشان نقدر ندعي المنتخب يعدي الأدوار التانية. ده المنتخب الناشئين، خلينا في المنتخب الكبار. باذنك يا رب فريق النادي الاهلي يصالحوا الجماهير، وباذن الله تعالى نفوز على سيراميكا ونوصل للنهائي ونفوز بالبطوله باذنك يا رب. عاوز اتكلم على حاجه تانية يمكن ما حدش اتكلم عليها. مين جه بعد مانويل جوزيه عمل بطولات واداء؟ مين؟ مارسيل كولر جه عمل بطولات وعمل بعض الاداء في اول سنتين، والسنه الثالثه زي ما انتم كلكم شفنا، زي ما كلنا شفنا. اي حد اتعلم من اي حد اتعامل مع مانويل جوزيه مدرب او مساعد اتعلم. عندك طارق العشري قعد معاه اسبوع وقدر يفوز بالسوبر، وقدر يقدم اداء 10 على 10. وفضل جوزيه درب يعتبر انديه الدوري كلها من ما عدا الاهلي والزمالك وبيراميدز دلوقتي. عندك حسام البدري كان قام باعمال مدير الكوره وكان شغال معاه، كان قاعد معاه على الدكه. حسام البدري بعد ما جوزيه مشي مسك الاهلي وقدر يقدم اداء مش بطال، وقدر يعمل مباريات كبيره. يعني فاز على الزمالك في الكاس 3-1. اول دقيقه الزمالك متقدم، الجون بتاع الواد حسين ياسر عبد اللطيف، حسين ياسر المحمدي، وقدر يفوز 3-1. مباراه الاتحاد الليبي برضه قدم اداء ولا اروع. ليه ما نرجعش لورا؟ واحد زي مختار ده اشتغل مع مانويل جوزيه في 2001 اول ما مانويل جوزيه جه في الولايه الاولى. ليه ان احنا ما نشوفش الراجل ده كان بيعمل ايه ونعمل زيه؟ ومانويل جوزيه كان بايه؟ هو كان بيخترع كوره؟ ما كانش بيخترع كوره، كان بيلعب بخمسه بثلاثه 5-2، وساعات بيقلبها 4-4-2 لما كان عاوز يلعب مباراه متوازنه. 3-5-2 كان بيلعب بمين؟ كان بيلعب بوائل وشادي ومعاهم عادل النحاس، ثلاثه مثبتهم ورا، وبيلعب ببركات وينج باك يمين، وجilberto وينج باك شمال، واثنين ديفندرات، اثنين في النص دبل 6 دلوقتي اللي بيقولوا عليها. كان بيلعب محمد شوقي وجنبيه حسام عاشور او انيس بجلبان او الواد احمد حسن استاكوزي او اي حد كان بيلعب جنب محمد شوقي، او اي اثنين في نص الملعب بيلعبوا دبل 6. وكان بيلعب قدامهم ابو تريكه حر يلعب في اي حته تعجبه، بس كلها بتعليمات برضه. وكان بيلعب اثنين راس حربه، عماد متعب وفلافيو. احنا نقدر نعملها، وانت عندك المدرب ده اصلا الطريقه اللي بيحبها واللي كان بيلعب بيها 3-5-2. ربنا كرمنا في يناير وجبنا لعيب يقدر يقوم بدور عماد النحاس ورا انه كان بيطلع بالكره. كان عماد بيعمل ايه؟ عماد كان ياخد الكره من الحضري او وائل او اي حد ياخدها ويمشي، مفيش حد داخل عليه بيمشي، محدش داخل عليه بيمشي، لحد ما اقرب واحد بيخش عليه بيروح مديها لواحد، بركات بيسقط له او شوقي بيسقط له، وبيروح ياخد مكان تاني والكره تروح له فيه، ويبدا هجمه من بعد نص الملعب. عندنا حد بيعمل كده؟ لا، ده انت بتدي له كوره يروح مديها لك تاني اكنه سارقها. اي حد في الدفاع ورا. يبقى احنا عاوزين واحد يقوم بدور عماد النحاس. وعندك حسين الشحات ربنا كرمه وخف في شهر يناير والاجهز يلعب هو او زيزو او محمد عبد الله، يلعب وينج باك يمين. وعندك تريزيجيه يلعب وينج باك شمال، او بن شرقي لو ربنا كرمه واستعاد مستواه. بس تريزيجيه اللي يقدر يقوم بيها، لان تريزيجيه مجهوده كبير، ودي بتستلزم عاوزه لعيب مجهوده كبير. ده كان جilberto بياخدها فحت ورد يمة الشمال، وبركات نفس القصه. وامام ربنا يشفيه ويرجع هيلعب دور ابو تريكه، يلعب لعيب حر. وانت قلت هتجيب ابراهيم ديابيتيه ده، ولو جبت معاه اسد الحملاوي
اي واحد راس حربه جديد انت شايفه يقدر يسد العجز، ومعاه واحد فلسطيني او معاه حمزه عبد الكريم او بلال عطيه، واحد ماشي جراديشار، لان جراديشار امبارح جاب لنا شلل. الكره اللي حطها في العارضه ديت ده انت تنطقها يا راجل وتخش بيها الشبكه، تنطقها وتخش بيها الشبكه، تحطها ببز رجلك تضرب في العرض على ثواب بختك. وانت يا طارد انت شط كره ظرف، ده احنا لو بنتفرج في شاشه فيها خاصيه ال3 دي كانت جت في وشنا عورتنا، زي ما بتاع كره زيزو ما جت في عينيا والله العظيم ما شايف بيها من ساعتها. احنا وصلنا لحد فين؟ امام يلعب بنفس الدور. انت عندك هحكي لك جوزيه كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب الثلاثه ورا وشوقي واي حد جنبه من الثلاثه اللي انا قلت عليهم، حسام عاشور او انيس او احمد حسن استاكوزا وبركات وجilberto والاثنين راس حرب. قلنا عماد النحاس كان بيعمل بالكره لحد ما بيطلع نص الملعب وبعد نص الملعب ويبدا هجم. الكره كانت بتروح لابو تريكه يمال على بركات يديها له ويجري بسرعته، عارف فاهم ابو تريكه هيوديها له فين. ابو تريكه يروح حاططها له ثرو باص جنب ال 18 من يمه الكورنر، لا يكسر بيها لا يرفع. وفلافيو ما كانش بيتوانى هو وعماد متعب نفس القصه. كان جilberto ما بيرحمش، كان ابو تريكه برضه مال على جilberto ونفس القصه تحصل. عندك اتنين راس حربه كانوا زي ما الكتاب بيقول ما فيش الهوا الطاير بيعدي منهم، وكانت بتيجي كورنرات ويطلع عماد النحاس يجيب بدماغه، ويطلع وائل يجيب، ويطلع شادي يجيب ضربات جزاء، شادي بيشوط. اي حد كان فريق متكامل. لكن دلوقتي ايه؟ ما هو ده زيزو اللي قلنا لو شاط ضربه الجزاء في اوكلاند ولا في اوكلاند بتاع ميسي مكتوب نصيب، بتاعت الواد تريزيجيه نصيب مكتوبه انها تطلع، وبتاع زيزو مكتوبه انها تطلع. زيزو كل اللي في دماغه، زيزو كان عايز يضيعها، ما كانش عاوز يضيعها. هو عارف ان الجون هيروح يمة اليمين مكان ما بيشوط، ما تشوط في نص الجون بالراحه، اقفل وش رجلك بالراحه وبالراحه جنب العارضه مش فوق العارضه، مش فوق، تلعبها بالراحه تحت. حتى لو طلعت يبقى انت عملت الصح بدل ما شكلها ما جت في وش كده. فهو ده باذن الله لو المدرب ده قدر يلعب بالطريقه دي بعد ما امام ربنا يشفيه يرجع، هنقدر نلعب بالطريقه اللي كان بيلعب بيها جوزيه 3-5-2، احسن من اي طريقه تانية، واحسن من الاربعه اللي بقوا محسوبين علينا واحد زياده. وممكن ما تحتاجش، يعني انت الثلاثه اللي ورا دول ما يعدوش نص الملعب، انت دورك تدافع، وعندك 7 لعيبه من نص الملعب لحد هناك، 7 لعيبه دورهم ان هم يجيبوا جون، وانت دورك اي هجمه مرتده بتعمله. كان عندك حسام عاشور بيفسد اي هجمه، دلوقتي بيعملها الواد مروان عطيه. مش كيمياء والله الفريق اللي بتاع اليومين دول، مش الفريق اللي بتاع متعب والناس دي مش هتعوض، بس بتوع اليومين دول برضه الفريق بتاع اليومين دول مش وحشين. انت عندك حسين الشحات دماغه كلها كوره، وامام نفس القصه. ولو جبت مهاجم هجام اي كوره اي فرص هيترجمها جون. انت حتى لو جبت مدافع او ظهير ايسر زي علي معلول كده، الواد اللي بيقولوا عليه بيلعب في المغرب ده، ما يلعب الدور بتاع جilberto، وكل حاجه سهله باذن الله، الناس كلها بتلعب كره سهله الا احنا. وانت يا عم اسمك طرب، انت كنت مخلي زيزو بيلعب 10، كان عامل زي الموتوسيكل بيطلع بالكره يجري ويقع والحكم يحسب له مره ومره لا. طب ما انت كنت خليت زيزو يمة اليمين، وخليت تريزيجيه بيلعب نفس اللي قدام الاثنين اللي في النص، وكنت خليت بن شرقي بدل طاهر، كنت خليت عبد القادر بدل طاهر. ما اعرفش انت حد لاعب في دماغك ولا انت اللي شايف التدريب كده ولا انت ايه بالظبط، مش عارف. على العموم ان شاء الله خير، وباذن الله الصبر للنادي الاهلي يا رب قادر يا رب. احنا تعبنا يا رب الموسم ده، يا رب تمامها بخير يا رب، توجنا بالصبر يا رب العالمين.